شهور ما اقبضش وافضل قاعد عشان استني هم هيقبضوني امتى، او ابدا بدايه من موسم ما فيش مكافاه لمباراه من المباريات اللي احنا كسبناها واللي احنا حققناها هناك خدناها. ومش انا بس، ده كانت اللاعبين وطارق مصطفى والدنيا كلها. فانا النهارده ما بدورش على القرش، انا النهارده انا اللي هجيب القرش مش القرش اللي هيجيبني. فعشان كده مشيت، وعشان كده نزلت، وعشان كده هم قايمين باجراءاتهم هناك وانا قايم باجراءاتي هناك من خلال الاتحاد الدولي. شغاله دلوقتي. فهو ان هم ان هو يقول كده من غير ما يعرف ايه اللي كان حاصل في المغرب اساسا، هو ده الاساءه. هو ده الاساءه. لكن موضوع قطر ده موضوع معروف وكل الدنيا عارفاه. كان ليه؟ ان انت بتقال بعد 45 يوم من توليك المسؤوليه. بس انا مش زعلان من ابراهيم حسن، ابراهيم حسن بيدور على مصلحه اخوه، بس ما يرسيش. انا لسه بتكلم مع الحاكم استاذ محمد، فبقول له ان انا بدور على مصلحتي زي كل الناس، بس من غير ما اذي حد حواليا. عرفت انت ازاي؟ هو ده الاصول اللي انت المفروض تمشي عليه، لكن انت بتدور على مصلحه اخوك وتاذي حتى بالكلمه اي حد تاني، دي عمليه مش مظبوطه ومش كويسه. ممكن حضرتك توصف لنا الاهتمام الاعلامي والشعب